السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا النهارده نعمل الفته المصريه على اصولها وبكل تفاصيلها، خطوه بخطوه، بكل حاجه فيها، الصوص الابيض والصوص الاحمر، وازاي نحمص العيش. سبحان الله، الفيديو ده انا صورته قبل العيد بفتره طويله، ولكن نصيبه ان هو ينزل دلوقتي، ما ينزلش في العيد اصلا. لكن بوعدكم لو فتحتم الفيديو واتفرجتم عليه هتلاقوا فيه شويه تفاصيل وتريكات كده هتخلي طعم الفته بتاعتكم مميزه جدا جدا، وكمان ازاي تسوي اللحمه وتطلع معاكي زي الزبده زي ما انتم شايفينها كده. يلا نسمي الله ونبدأ على طول. في حلة على النار هنسيح فيها معلقة من السمنة البلدي، وهنزود عليها شوية منكهات، فلفل اسود حصى وحبهان ومستكة وكم ورقة من ورق اللورا، تقليبتين ريحتهم تطلع. وبعد كده هنزود عليها اللحمة على طول، واللحمة تكون متقطعة إلى حد ما قطع صغيرة علشان تستوي معاكي بسهولة وما تاخدش وقت كتير على النار. اللحمة تاخد صدمة، ولما تلون هنقلبها على الجنب التاني، وبعد كده هنزود عليها نص معلقه صغيره من السكر. وفايده السكر ان هيخلي انسجه اللحمه تستوي بكل سهوله وتبقى طريه جدا جدا وتطلع معاكي زي ما شفتيها كده في اول الفيديو. هنقلبها على الناحيه التانية ونغطيها شويه لحد ما تنزل العصاره بتبتدي تشربها. هنزود عليها بصله متقطعه على 4 وميه مغليه، ولازم الميه اللي بنزودها على اللحمه او الفراخ او الخضار وهو بيستوي تكون ميه مغليه علشان ما تاخدش معاكي وقت كتير وتاخر السوا. وده شكل ولون قطعة اللحمة من قبل ما نحمرها ولا أي حاجة، شكلها تحفة. يلا بينا نعمل الرز. معلقتين من السمنة الفلاحة عليهم معلقة من الزيت، وهنشوح فيهم الرز بتاعنا ونقلبه كويس لحد ما يتغلف كويس جدا بالمادة الدهنية. هنا هنرجع للحمة، هنزودها الملح بتاعها، نظبط الملح ونهدي النار ونسيبها تستوي برضو وتكمل سواها. محضرة مية مغلية برضو علشان نزود مية الرز. كل كوباية من الرز المصري عليها كوباية وربع من المية. بحب جدا الرز بتاع الفتة ازود له شعرة كده من الفلفل الاسود. وهنزود الملح، نص معلقة مليانة من الملح على 3 كوبايات من الرز، وهنقلبه، هنسيبه على نار عالية لحد ما يبتدي يتشرب، وبعد كده نهدي عليه النار خالص، بس هنديله تقليبه علشان ما يلزقش في بعضه. يلا بينا نجهز الصلصة الحمراء. معلقتين من الزيت عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، هنشوحهم لحد ما ريحتهم تبتدي تطلع ولونهم يصفر. هنزود عليهم ربع كوباية صغيرة من الخل، وتكوني مهدية النار علشان ما يعملش بس طرطشة. بعد كده هنزود عليهم كوباية من عصير الطماطم، وهنديهم تقليبه وغلوه بسيطه. بعد كده هنحط معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم وشويه بابريكا عشان بتظبط بس اللون، لكن ممكن طبعا نستغنى عنها. تقليبه تانية وعلى نار متوسطه هنسيبها تتسبك وتاخد غلوتين، وكده خلاص الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. نرجع نشوف الرز. هنا للاسف النور كان قطع، وطبعا بصور على نور ضعيف جدا، نور كشاف. ده شكل الرز بعد ما استوى تماما، الرز مفلفل وريحته تحفه طبعا. فاضل خطوتين، هنجهز العيش والصلصه البيضاء. بالنسبه للعيش بستخدم العيش البلدي العادي جدا، بجيب كام رغيف منه وابتدي اقصقصهم بالمقص مربعات كده صغيره عشان بس يبقى شكلهم متناسق. بحطهم في صينيه مدهونه من السمنه وبشغل الفرن، وبرص العيش بتاعي بفرده كويس وبرش عليه شويه من السمنه البلدي وبدخله الفرن على الشبكه بيتحمص، بياخد حوالي 10 دقايق طبعا مع المتابعه بتقلبيه كل شويه. هنا بقى بجهز الصلصه البيضاء. معلقتين من الزيت عليهم ربع معلقه صغيره من السمنه، بشوح فيهم بصلايه مفرومه او متقطعه صغير، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، بشوحهم لحد ما لونهم يبتدي يتغير شويه وريحتهم تظهر. بصوا عايزاه يوصل لدرجه اللون ده. بعد كده بزود عليهم الخل، ربع كوبايه كده برضو من الخل، وبزود عليهم من شوربه اللحمه، بحتاج حوالي لتر من الشوربه. وبزود الفلفل الاسود وشويه من الشطه، وده اختياري، بس احنا بنحب الفته تبقى مشطشطه كده شويه. وبنديها تقليبه وغلوتين على النار. والصلصه البيضه دي هي اللي بسقي فيها العيش. كده خلاص كل مكونات الفته جاهزه، وده العيش اتحمص. في طبق غويط شويه وابتدي اسقيه من الشوربه واديله تقليبتين كويسين لحد ما يتشرب كويس وياخد من طعم الخل والثوم والبصل. وعلى فكره التركيه دي مهمه جدا جدا، تخلي الفته بتاعتك طعمها مميز جدا جدا، جربيها هتنقل الفته في طعم تاني خالص. ايه ده طبق الغرف، رصيت العيش وعليه الرز. ببتدي بقى احط كده معالق من الصلصه الحمراء، واللحمه شوحتها بفصين من الحبهان وفص ثوم. شوحتها يعني حمرتها تحمير بسيط كده خالص لحد ما اخدت لون، هي طبعا واخده لون مستويه، بس تاخد من ريحه الثوم والسمنه. بصي شكل اللحمه مستويه زي الزبده وطعمها وريحتها تحفه جدا. وبس كده طبق الفته بتاعنا جاهز للاكل. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا. بزينه باوراق من البقدونس او اي خضره علشان بس نكسر اللون. وبس كده الفيديو بتاعنا انتهى. عايزاكم تجربوا الفته بالخطوات دي وبالطريقه دي، اوعدكم هتاكلوا احلى فته.
تنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. اشكركم جدا، سلام عليكم.